السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنشوي السمك البلطي في البيت من غير دخان ولا بهدلة، تحت شواية البوتاجاز. بس أهم حاجة نصلي على النبي ونشوف الطريقة مع بعض. معانا الدقة، أول حاجة فلفل أحمر وفلفل أخضر وتوم وشوية خل وليمون، ومعانا التوابل كزبرة ناشفة وكمون، والملح حسب الرغبة، يعني لو انتوا بتحبوه مالح قوي أو متوسط، بس احنا ممكن نزود الملح هنا سنة لأن الوصفة دي هيكون فيها خضار، والخضار يعني مش عليه ملح. فنقلب كل الكلام ده مع بعض. يعني ريحتها جميلة جدا، الدقة دي لازم بجد تجربوا الطريقة دي، جميلة. نقلب الدقة مع بعض ونحطها على جنب كده، ونشوف بقى الخضار بتاعنا. معانا كزبرة خضراء وشبت وجزر مبشور وطماطم وفلفل اخضر وبصل. ونقلب كل الكلام ده في طبق كده، وناخد نص الدقه اللي احنا عملناها، حوالي نص الدقه اللي احنا عملناها دي، ونقلبها مع الخضار. دي هنحشي بيها بطن السمك. احنا معانا السمك البلطي، مش عاملين فيه اي حاجه خالص، ان احنا فاتحين بطنه بس وشايلين الخياشيم بتاعته. بصوا، شايلين الخياشيم وشايلين البطن بتاعته، وسايبين القشر بتاعه علشان يحمي اللحم. احنا مش بنشيل اي حاجه غير البطن بس. بنحشي البطن بقى بالتتبيله الجميله دي، طعمها جميل وريحتها تحفه بجد. يعني بتخلي بطن السمك حلو جدا. معانا كمان الرده، بنجيب رده من عند العطار عادي، ونغلف بيها كل سمكية. يعني ايه بالردة كده كويس، نحاول ان احنا نخلي كل سمكية عليها ردة من كل ناحية. يعني لو لاحظتوا هنا انا عمال احط السمك في مستوى واحد، عشان انا هحطه تحت شواية البوتاجاز، فشواية البوتاجاز عايزاها تبقى اي خط كده قدامي. فدلوقتي اهم حاجة في الوقت ده نكون مشغلين البوتاجاز، يعني الفرن يكون شغال والشواية تكون شغالة. هتقولي لي الفرن، انا عايزة الفرن بس عشان يخلي الفرن سخن، يعني انا عايزة الفرن يكون ساخن جدا. لما ندخل السمك تحت الشوايه بنطفي الفرن عادي، هو ملوش اي لازمه غير ان هو بس بيخلي الفرن ساخن. والاساس هو الشوايه، احنا هنسويه النهارده تحت الشوايه بس. كل شويه بنروح نقلبه بس اول ما ياخد لون كده، عشان ما يكونش مسلوق. والباقي الخضار اللي موجود معانا بنضيف عليه باقي الدقه. وكمان معانا كوبايه ميه كبيره. ونظبط بقى ايه الملح، هنحط بقى معلقه ملح كده او حسب ما انتوا بتحبوا، بس انا من رايي ان هي الدقه تكون مالحه زياده، علشان دي اللي هنسقي بيها السمك في الاخر. فتكون ايه، نرشها كده على السمك، فتكون مدياله طعم كويس. السمك اهو، كل شويه بقلبه لحد ما يبقى كله لون واحد. يعني بصوا، حتى يعني بخليه ياخد لون، لو لقيت واحده استوت الناحيه دي بجيبها على الاول واجيب واحده مكانها كده لحد ما يبقى كله لونه مستوي. وعليه الدقه اللي احنا عملناها، بجد الريحه جميله جدا، يعني ولا البيت اتبهدل ولا اي دخان، والطعم تحفه واللحم مستوي جدا. وكمان لو مش هتاكلوه في نفس الوقت، ممكن بس ايه نحطه في طبق ونغطي عليه بفويل او اي حاجة، علشان ايه ما يكونش يعني جلد معانا. فدلوقتي بصوا، جميل يا جماعة، بجد جميل، لازم تجربوا الطريقة دي. مستنية رأيكم، وما تنسوش دعوة حلوة لأمي هدى بالرحمة، عشان دي صدقة جارية للروحها الطيبة. مع السلامة.